هاي وحشتوني قد الدنيا كلها والناس كلها، وحشتوني جدا 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 جدا. قبل اي كلام، اللي مش بتابع شغل على الانستجرام تروحوا على الانستجرام وتتابعوني يا حلوين، حتى لو مش في السعوديه برضه تابعوني. وتعالوا اكلمكم النهارده على احسن جهاز انا جبته في شغلي الفتره اللي فاتت. ايه هو فوائد الجهاز؟ تنظيف عميق للبشره، بديل لجلسات تنظيف البشره العميقه اللي انت بتعمليها بره. على فكره يعني ممكن تستخدمي الجهاز ده وبعديه ماسك كده وهتلاقي بشرتك حلوه جدا، مش محتاجه انك تروحي تعملي جلسه تنظيف بشره. تاني حاجه بيحفز الكولاجين لانه بيشد الدم بتاع البشره بالكامل، فبيحفز الكولاجين، بيديكي نضاره فوريه، بتحسي ان البشره نضره وشكلها جلوي جدا. بيخلي ملمس البشره ناعم جدا، يعني لو البشره عندك ملمسها مش ناعم بيخلي البشره ملمسها ناعم قوي، وتبداي تحطي الميك اب تحسي ان هو شكله حلو على بشرتك. بيحسن من ملمس الجهاز. تقدري انت تجيبيه في البيت وتستخدميه، نتائجه حلوه جدا، هيوفر معاكي فلوس جلسه الهايدرا فيشيال. كلنا ما بنيجي نشوف جلسات الهايدرا فيشيال الخارجيه اللي في عياده تجميل بيكون في جهاز حوالي 4 أو 5 انابيب كده، والجهاز طالع منه حاجات كتيره كده. مظبوط. من الحاجات الكتيره دي واهم جزء فيهم هو الجهاز الخاص بالهيدروجين اللي بيطلع ميه ويسحب دهون، بيطلع ميه ويسحب دهون. والجهاز ده ليه اي دكتوره او متخصصه بتستخدمه، لان الجهاز ده بيكون مسؤول عن نضاره البشره في الجلسه. يعني انت ككلاينت رايحه تعملي جلسه في مكان، فبتبقي عايزه في جلسه الهايدرا فيشيال تنظيف عميق ونضاره، عايزه تطلعي وشك نظيف جدا، مفيش اي رؤوس سوداء، مفيش دهون، وبرده وشك ناضر جدا، وشك مشدود، في حبه احمرار حلوين، تحسي ان انت عملت جلسه. هوريكم الجلسه اللي انا عملتها معاكم، وده نتيجه دي نتيجه شكل الميه. يعني انا عايزه نفسي بس الكاميرا عندي تظبط. ايوه، شفتوا الميه عامله ازاي؟ الميه مليانه اتربه وشوائب دهون، وهتلاقوا كمان الراس ده مش نظيفه خالص، هتلاقوا مليانه من هنا دهون، بس الدهون الاكتر بتطلع في الميه، يعني كل الدهون بتطلع في الميه. انا عامله لسه الجلسه من حوالي 15 دقيقه، هتلاقوا بس هنا كدمه واحده، وحاطه ميك اب، وشكل الميك اب عندي جلوي جدا وشكله حلو جدا، وحابه ان انا ابص لنفسي في المرايه. دورت كتير علشان اجيبه، لقيته على علي اكسبريس واشتريته وجربته وعجبني جدا جدا، وعجبني نتائجه على الكلاينتس اللي عندي، فبدات اقول خلاص طب يلا اطلع اكلمكم عنه. تقدروا تشتروه يا بنات، هنزل لكم وهحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس، وتقدري وكمان كلمتهم وخدت لكم كود خصم وهحطه لكم برده تحت في الديسكريبشن بوكس، واحتمال برده احطه هنا، وتقدري تتواصلي معاهم عن طريق الواتساب لو انت عايزه الجهاز. الجهاز يا بنات فيه 3 مستويات، بينطفي من الزرار ده وبيتقاد من نفس الزرار. تمام. ده لو هنستخدمه على اول مستوى فبيكون ده، لو هنستخدمه على تاني مستوى فبيكون ده، ولو هنستخدمه على تالت مستوى بيكون ده. طبعا ما بنصحش البشرات الحساسه ان هي تستخدمه على تالت مستوى او تاني مستوى، والافضل ان احنا اول جلسه نستخدمه على اول مستوى ونشوف تحمل بشرتنا عليه ايه. بيجي مع الجهاز كمان 4 رؤوس. تمام. دي شكل الرؤوس مختلفة شكلها، يعني هتلاقوا هنا الراس دي رفيعة جدا، الراس دي ازيد شوية، والراس دي فيها جزء ابيض كده، والراس دي حبيتها قوي قوي في التنظيف، والراس دي اكبر شوية وعشان تاخد مكان اوسع. جاي مع الجهاز كمان شاحن ريشارج، اوكي، حاجة كده بنشحن بيها. تمام. انا ما شحنتوش لحد دلوقتي ولا مرة، شغالة بالشحن اللي هو كان جاي بيه. تمام. وتقدري تحطي اي راس شاحن عندك وتقدري تستخدميه مع الجهاز. تمام. وهنا كوتون بادز وحاجه كده علشان ننظف بيها الجهاز. وطبعا دي الباكج اللي بتحط فيه الجهاز كله بالكامل، وده الكتالوج. وطبعا يعني انا شرحت لكم اصلا الموضوع بسيط اصلا. والعلبه دي عشان بيتحط فيها ال4 رؤوس بتوعه، وده بيكون شكل الجهاز. طريقه استخدام الجهاز: اول حاجه بغسل البشره عندي بميه والغسول بتاعي العادي بغسل البشره بيه. تاني حاجه بنشف البشره بتاعتي باي تيشو او الفوطه المخصصه بتاعتي.
تالت حاجه هبدا استخدم الجهاز بتاعي، وهبدا اخد الكاب ده عندي ماكس، عندي اعلى حاجه هو 25 مللي، وببدا احط الميه بتكون دافيه الى يعني مش سخنه بس دافيه شويه، وابدا استخدم الجهاز زي ما هوريكم حالا. شوفوا معايا طريقه استخدام الجهاز او سحب الجهاز على البشره عشان ما نعملش كدمات وعشان ما اضرش بشرتي. ما بمشيش على المكان اكتر من مره، لو مشيت مرتين بكون انا محتاجه قوي، والصراحه بيكون عندي في منطقه الانف بس اللي ممكن امشي عليها اكتر من مره. بقيه البشره كلها كفايه جدا مره. اقدر استخدم الجهاز ده كل حوالي 10 ايام عادي جدا، عادي جدا جدا. هيديك نتائج هايله جدا، وهيخلي بشرتك على طول جلوي ومترطبه وناعمه، وبيحفز الكولاجين جدا جدا جدا، لانه بيعمل على تدفق الدم لمنطقه الجلد عندنا في البشره بتاعتنا. انا بحب قوي شكل بشرتي بعد ما بستخدم جهاز الهيدرا فيشيال ده. بصوا ما تقلقوش من الكدمات دي مش كدمه، دي حاجه بكره على بكره الصبح كده هتكون رايحه. اوريدي اصلا لو انت بتعملي جلسه هيدرا فيشيال عند حد شاطر قوي، طبيعي انك تبقي طالعه اصلا وشك محمر شويه. بنستخدم فيوسيدين، وتاني يوم الصبح بتكون بشرتك فيها نضاره حلوه جدا، وتلاقي نفسك مبسوطه قوي قوي من الجلسه اكتر من وقت الجلسه كمان. تمام؟ ده طبعا عشان شغلي انا كده، فانا عارفه العميل بيبقى عندي خارج شايف وشه احمر شويه، تاني يوم اتصل بيا مبسوط جدا جدا من النتيجه. الجلسه دي روعه يا بنات، حقيقي الجهاز ده رائع رائع، بيدي نضاره فوريه قدامكم اهو. شفت بشرتي في بدايه الفيديو افتكر كانت بهتانه وتعبانه، انا مش راضيه اعمله بقاله 10 ايام علشان اعمله قدامكم، وهتلاقوا اني اي دهون في الجلد بدات في البشره بدات تروح. هتلاقوا البشره مشدوده، هتلاقوا البشره فيها حبه سخونيه، وده اصلا تحفيز كولاجين لوحده. هتلاقوا البشره حلوه قوي ونضره وفيها اشراقه حلوه جدا. وعايزه اقول لكم ان كل المتبقي دلوقتي وانا بس بكلمكم في الاحمرار القوي هو الجزئين دولت، وتقريبا بشرتي هنا ما فيهاش اي حاجه.